قديماً في عهد الكاماكورا ظهرت القومية اليابانية لأول مرة، فقد زين كهنة الديانة الشينتوية ديانة اليابان خطبهم بإرشادات وطنية مؤثرة، وجعلوا من اليابان أرضاً مباركة من الآلهة. ففي عصر الإقطاع نجحت الديانة الشينتوية من التحرر من سيطرة البوذية الصينية، واعتبروا الديانة البوذية ديانة ثانوية. في مطلع القرن السابع عشر تم تحريم المسيحية وطرد الأوروبيين، وتنامى نوع من النفور للأجانب. وفي خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر انتشر التعليم، وأصبحت العقول تقبل طواعية الأفكار الجديدة، واليقظة القومية ونهضة الاقتصاد التجاري تستدعيان ظهور نظام سياسي جديد. في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر حاول الروس أن يقيموا اتصالات مع اليابانيين، وفي الفترة نفسها سعى الإنجليز للولوج للأرخبيل، ورغب الأمريكيون أكثر من غيرهم أن يفتحوا لأنفسهم مدخلاً في مرافئ اليابان. وحدث أخيراً أن سفناً أوروبية وأمريكية تجنح من وقت لآخر في سواحل اليابان، فصدر مرسوم من الحاكم يحكم بالموت على كل أجنبي يضع قدميه فوق الأرخبيل. حاول الأمريكيون والإنجليز والروس إرسال بعوث متكررة على أمل إقناع سكانه بفتح مرافئهم أمام التجارة البحرية، لكن جاءهم الرد التالي من اليابانيين أن اليابان لن تفتح أبوابها عن طيب خاطر. هكذا قررت الحكومة الأمريكية أن تجبر البلاد على الانفتاح، فأرسلت إلى خليج طوكيو أسطولاً بقيادة الأميرال بيري، وسلم رسالة من رئيس الولايات المتحدة تطلب إقامة علاقات تجارية بين البلدين. قامت الحكومة بمشاورة الإمبراطور في هذه القضية، والذي أعلن بحزم باستبعاد الأجانب. في فبراير عام 1854 وتحت تهديد المدافع الأمريكية تم الخضوع لتوقيع معاهدة تفتح ميناءين وتسمح بالتجارة بين البلدين على أضيق نطاق، وبفتحها موانئها منعت اليابان من النكوص إلى الوراء. وفي خلال عامين وقعت اليابان معاهدات عسكرية مع إنجلترا وروسيا وهولندا. في سبتمبر عام 1868 أطلق اسم طوكيو على عاصمة الأرخبيل، وتعني عاصمة الشرق. في عام 1873 تم رفع تدبير إبعاد المسيحيين، وقدم المبشرين البروتستانت من أمريكا ينشرون تعليم اللغة الإنجليزية ومواد أخرى. حرص اليابانيون على اختيار الأفضل من كل بلد، فذهبوا إلى إنجلترا لدراسة الملاحة، وإلى ألمانيا لتعلم الفنون العسكرية والطب، وإلى فرنسا لتعلم الإدارة المحلية والحقوق، وإلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهرة بالطرق التجارية. لم يفت حكام اليابان أهمية التعليم، وفي عام 1871 أوجدت الحكومة وزارة للتعليم العام، وقررت أن التعليم إجباري للجميع، فالجيش والبحرية يحتاجان إلى رجال متعلمين قادرين على تعلم مبادئ تقنية الغرب، والصناعة بحاجة كبيرة ليد العامل المؤهلة. ومن جهة كان التعليم أداة لخدمة الدولة، فعليه أن يصوغ مواطنين خاضعين يملكون كفاءات مهنية لازمة لبلد حديث. في عام 1876 وجب على الساموراي التخلي عن حمل السيف، الذي بقي حتى ذلك الوقت الإشارة مميزة لمركزهم المميز. والأرخبيل الذي حافظ حتى منتصف القرن التاسع عشر على نظامه الإقطاعي ضم في مطلع القرن العشرين مجتمعاً تشعر فيه بالمساواة أكثر مما تشعر بها في المجتمع البريطاني نفسه. لم يتأخر اليابانيين عن إقناع أنفسهم أن أفضل وسيلة لمقاومة الغرب هي غربنة بلادهم، فأبعوا كل طاقاتهم لهذه المهمة، وقاموا بإعادة صياغة لكل البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد لخصوا الفكرة في الشعار التالي: بلد غني وجيش قوي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضع لايك واشتراك للقناة.